كل الناس خوفتني من جوزي ومن بيت حماتي، بس النصيب كان أقوى من الكل. بس اللي شفته خلاني عرفت الحقيقة والسر المستخبي. أنا رحمة، عندي 31 سنة، عايشة مع بابا اللي كان نفسه يفرح بيا. وفي يوم لقيت بابا بيقول لي: اسمعي يا رحمة يا بنتي، مش هينفع قعدتك دي، انت بتكبري ومش معقول هتفضلي كده من غير جواز. انت جالك عريس، وانا بصراحة بقى ما قداميش اي حلول غير اني اوافق. رديت على بابا وقلت له: يا بابا، انا مش معترضة على فكرة الجواز، انا بس مستنية الشخص المناسب. لقيت بابا قال لي: ما عادش في وقت يا بنتي تنقي وتدوري، خلاص الوقت جري بيكي. قلت له: طيب ومين العريس اللي حضرتك بتقولي عليه وانك وافقت كمان؟ قال لي: استاذ عصام. ايه رأيك؟ قلبي اتقبض وقلت له: ابن الست فوزية اللي ساكنين في البيت اللي على اول الشارع. بابا قال لي وهو متردد: ايوه هو. قلت له: ازاي يا بابا وافقت عليه؟ ازاي هنت عليك؟ عايز تجوزني واحد اتجوز قبلي 5 وكلهم مشوا ومحدش يتحمله، كلهم كانوا بيهربوا منه بعد الجواز بشهر أو 2. يا بابا، دي الناس بتقول عليه انه مخاوي وان البيت كله مسكون. لقيت بابا بيقول لي: دي كلها إشاعات، ولو على جوازاته فده نصيب ومحدش بياخد أكتر من نصيبه، وهو راجل محترم ومقتدر وكل البيت باسمه. قلت له: وانا مش سلعة عشان اشتريها بفلوسه، انا مش موافقة يا بابا. لو قعدت طول عمري من غير جواز اكرم لي من اني اتجوزه. لقيت بابا اتعصب جدا وقال لي: انا خلاص اديته كلمة ومش هرجع فيها، جهزي نفسك عشان عصام وامه جايين النهاردة بالليل عشان يقروا الفاتحة. اتحطيت قدام الامر الواقع وقبلت اني اقابل عصام، وعدت الوقت وجه الميعاد اللي المفروض يجوا فيه. كنت قلقانة جدا وخايفة من المقابلة دي، والباب خبط وبابا فتح وقابل عصام وامه ورحب بيهم وقال لهم: اهلا اتفضلوا، نورتوا البيت. لقيت عصام انسان عاقل جدا وامه ست شكلها طيب. وعصام لما قعدوا سوا قال لي: بابا، شرف ليا يا عم صابر ان اتجوز بنت حضرتك الآنسة رحمة، وبإذن الله هشيلها على كفوف الراحة. بابا رد عليه وقال له: يا ابني، أنا واثق من كده وعارف إنكم ولاد أصول ومستحيل تضايقوا بنتي في يوم من الأيام. ردت أم عصام وقالت: أنا عارفة إنكم أكيد قلقانين من الجوازات اللي قبل كده، بس صدقني يا أستاذ صابر، ده نصيب ومحدش ليه يد في حاجة، ولو على عصام هو اتغير وبقى أحسن بكتير. أقصد يعني ما تقلقش على رحمة خالص. كانت أم عصام بتتكلم وهي مترددة وواخدة بالها من كلامها، وده الشيء اللي قلقني منها. ولقيت بابا ندهلي عشان أسلم عليهم، ولما بصيت لعصام لقيت عينه حمرة جدا وابتدى يبرق لي. خفت منه جدا وقعدت جنب بابا، بس أم عصام قالت لبابا: يلا احنا نقوم نقعد بعيد عنهم عشان نسيبهم يتكلموا مع بعض. بابا قام وسابني مع عصام، ولقيت عصام قال لي: أنا فرحان قوي إني قاعد معاكي يا أنسة رحمة، وصدقيني هعمل كل حاجة تبسطك ومش هضايقك في يوم. قلت له: أنا عايز أعرف سبب طلاقك من ال5 اللي كانوا على ذمتك قبل كده. لقيت ملامح وشه اتبدلت ولقيته بيقول لي: دي أمور شخصية محبش حد يعرفها، بس هقولك. كل مرة كنت بتفاجئ إن مراتي مش عايزاني وبتطلب مني الطلاق من غير أي سبب، كنت بلاقيهم خايفين مني، ليه معرفش. وآخر واحدة صحيت من النوم لقيتها سايبة البيت بالجلابية اللي عليها، مع إني والله ما عملت لهاش أي حاجة. كلام عصام قلقني منه أكتر، المرة دي هو اللي قايل بلسانه، ما سمعتش من حد. فضلت أسمع منه كلام كتير قوي، وكنت بلاحظ عليه حاجات غريبة. تبرئة العين دي غير عينيه اللي بتحمر كل شوية، وإيده اللي بترتعش،
كنت حاسة إنه مش طبيعي. ابتديت أتوقع حاجات كتير، يمكن مجنون، ويمكن عليه عفريت، ويمكن عنده مرض مخليه بالشكل ده. وانتهت المقابلة ومشي عصام أمه، وأنا قعدت مع بابا ولقيت بابا بيقولي: خلاص يا رحمة، أنا اتفقت مع أم عصام إن الجمعة الجاية هتبقى شبكة وكتب كتاب، والفرح بعد شهر بالظبط، وهو مستعجل وعايز الجوازة تتم بسرعة، وهيشيل معايا نص الجهاز. أظن مفيش أحسن من كده. قلت له: يا بابا أنا مش موافقة، حاسة إن وراه شيء غامض. أنا لو رحت عندهم يا إما هرجع متطلقة يا إما هقابل وجه كريم. لقيت بابا بيقولي: اسمع يا بنتي، أنا نظرتي ما تخيبش، الراجل ده هيصونك وهيسعدك، وأنا مصر إنك تتجوزيه، وبكرة تقول يا أبويا كان صح. استهدي بالله ووافقي، وارضي بنصيبك وجربي حظك. وافقت على كل اللي قاله بابا، وجي يوم كتب الكتاب، ولقيت عصام جه هو وأمه وأخته حنان وأخته التانية رضا، وكانوا لطاف جدا. ويوم كتب كتابي كان الكل فرحان، بس سمعت حنان ورضا وهم بيتكلموا، وحنان بتقول لرضا: البنت دي شكلها طيبة قوي، مش حمل اللي هيعملوا فيها عصام. وردت رضا وقالت لها: صح، عندك حق، بس هنعمل ايه؟ ده اخونا ومش هينفع نفضحه قدام الناس. وبعدين خلاص، كتب الكتاب اتكتب، وما عادش في وقت للرفض او القبول. تستلقى هي وعدها هو تشوف بعينيها. كلامهم كان بيثبت ان رأيي فيه من الاول صح، وانه مش طبيعي، وما كانش ينفع ان ابين ليهم اني سمعت حاجة، لاني خلاص اتكتب كتابي. وعدى الشهر وجه ميعاد الفرح، وقبل ما اطلع شقتي لقيت حماتي دخلتني الأوضة، ولقيتها بتقولي: اسمعي يا بنتي، لما تلاقي عصام بيعمل حاجات غريبة اجري بسرعة وانزليلي، وانا هحاول اهديه، بس ده سر بيني وبينك، اوعي تقولي له اي حاجة. قلت لها: اقول له ايه؟ وايه معنى الكلام ده؟ انا مش فاهمة اي حاجة. قالت لي: من الاخر كده يا بنتي، انا مش قادرة على عصام، ومش عايز يتعالج من اللي هو فيه. اصل عصام عليه جني، هو مش اي جني يا بنتي، ده الجني لما بيحضر عليه بيكسر وبيدغدغ الشقة كلها باللي فيها. دي طليقته التانية لما الجني حضر عليه مسكها وفشفش عظمها. ولا مراته الرابعة، يا لهوي يا لهوي على اللي حصل لها، بتقول انها شافته وهو ملامحه متبدلة وطالع له ديل ورجليه رجلي معيز. ولا يا بنتي اللي انا نفسي بشوفه منه ساعات الاقيه بيتكلم بلغة مش مفهومة وبيلوش فينا كلنا، وكل واحد فينا بيقفل بابه عليه وما بيرضاش يقف قدامه، اصله بيبقى عليه قوة ولا قوة 10 رجالة. خفت من كلام حماتي واتعصبت جدا عليها، وقلت لها: ليه بتبهدلوا بنات الناس معاكم؟ ليه جيتي معاه وجوزتيني ليه؟ حرام عليكي، جاية تقوليلي كده بعد ما خلصت النهاردة ليلة دخلتنا؟ اتصرف ازاي دلوقتي؟ قالت لي: يا بنتي ما ينفعش اقوله، لان انا مش حمل جنانه، انا كل اللي اقدر اعمله ان اقولك، ووقت ما تجيله الحالة اجري وانزليلي لحد ما يهدى، وابقي اطلعي له تاني، وإياكي تقولي له حرف من اللي قلته، والله انت حرة بقى، وساعتها استحملي اللي هيجرالك. خرجت لقيت عصام قاعد في الصالة، وحماتي قالت له: يلا يا حبيبي، ألف مبروك وربنا يهدي سركم. عصام رد بكل هدوء وقال لها: متشكر جدا يا أمي، تصبح على خير. ومشيت حماتي، وعصام بصلي وهو مبتسم، ولقيته بيقول لي: نورتي بيتك يا عروسة، ربنا يخليكي ليا، وتكوني انتي آخر واحدة تدخلي البيت ده. قلت له: الله يبارك فيك. كان كلامي قليل معاه من خوفي وقلقي منه، بس لقيته راجل طبيعي جدا. وتمت الدخلة، وتاني يوم الصبح كان عصام كويس جدا، وطلعت حماتي وفي ايديها الفطار، واخواته البنات كانوا معاها، وحماتي دخلتني الأوضة تاني هي وبناتها، ولقيتها قالت لي: قوليلي
كان كويس معاكي ولا ضايقك؟ قلت لها لأ، كان كويس معايا الحمد لله. لقيت حنان قالت يا ريت يفضل كده يا رحمة، ده أخونا ده وجع قلبنا ومش راضي يروح لمشايخ. ولقيت رضا قالت بإذن الله عقدته هتتفك على إيد رحمة، ما حدش يخوفها بقى، ويلا نقعد بره أحسن يسمعنا. وخرجنا وقعدنا أنا وعصام وأهله، وكان لطيف جدا عكس كل الكلام اللي اتقال. ونزلوا كلهم وأنا وعصام بقينا لوحدنا. ولما دخلت المطبخ وخرجت لقيته واقف في الصالة وعينه حمرة ومبهدل هدومه ومتعصب. ولقيته بيقول لي انت مين وايه اللي جابك بيتي؟ انت اكيد حرامية وجاية تسرقيني، انا مش هسيبك، لازم ارميكي برا بيتي، اطلعي برا. اتفزعت من منظره وجريت منه في الشقة وبقيت اقول له اعقل يا عصام، انا مراتك، انا رحمة، انت ايه اللي حصل لك؟ لقيته بيقول لي مراتي؟ مراتي مين؟ انا ما اعرفكيش، انا لازم اعلمك الادب عشان ما تدخليش عندي هنا تاني. جريت بسرعة على السلم ونزلت على شقة حماتي وقلت لها الحقيني الحقيني يا حماتي، عصام جات له الحالة. لقيتها بتقولي ادخلي بسرعة وسيبيه لوحده، والصبح بقى بيطلعي له يا بنتي، معلش يا بنتي استحملي. وفعلا اليوم ده كله قضيته عند حماتي، وقررت ان تاني يوم الصبح هصرحه باللي بيحصل، ويا اما يتعالج يا اما كل واحد فينا يروح لحاله. واليوم ده سمعت من حماتي واخوات عصام مواقف كتيرة قوي حصلت لهم من عصام، وبقت مستغربة من حكاويهم. وتاني يوم لما طلعت الشقة لقيت عصام واقع على الارض وقاطع النفس، والشقة متبهدلة جدا، والكارثة اني شفت. ولحد هنا استنوني في الجزء التاني.